الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الحصبة الألماني اللي بتيجي للأطفال. طبعا الروشتة ليها برامول شراب، طبعا مسكن خفض الحرارة، ديورسيف مضاد حيوي، برضو 3 مرات في اليوم، ومخفض للحرارة برضو 3 مرات. ملاحظات على الروشتة: الحصبة الألمانية عدوى فيروسية تسبب إعياء خفيف في الأطفال، ويكون إلى حد ما شديد إذا أصاب الكبار. ينتقل الفيروس من المصاب للسليم خلال الهواء، ويأخذ من أسبوعين ل3 أسابيع كي تبدأ العدوى في الظهور، وهي عادة تصيب الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة. الأعراض الآتية تظهر على المصاب: طفح في الجلد يستمر حوالي 3 أيام، ارتفاع خفيف في درجة الحرارة، انتفاخ الغدد الليمفاوية، وصداع. إذا أصيب الحامل بفيروس الحصبة الألماني قد تسبب تشوهات للجنين. الوقاية الأطفال في عمر 15 شهر: تطعيم الحصبة والغدة النكافية والحصبة الألماني بحقنة تحت الجلد، ويمكن إعطاء الفاكسين للفتاة قبل الزواج في حالة عدة تأكد من إصابتها بالمرض في طفولتها. الذين أصيبوا مرة بالحصبة الألماني يمتلكون حصانة ضد المرض مدى الحياة. برامول يحتوي على باراسيتامول مخفض للحرارة. يمكن استخدام الأدوية المحتوية على الإيبوبروفين كمخفض للحرارة. يستخدم كونجستيل لإيقاف الرشح والزكام وانسداد الأنف. ديورزيف مضاد حيوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.